طيب نعيد الكلام تاني يا رجالة، نعيد الكلام تاني صح. تاني وتالت ورابع ومليون. اللي يسيب النادي الأهلي هو اللي يخسر، اللي يختار غير النادي الأهلي هو اللي بيخسر. النادي الأهلي عمره ما بيخسر. رضا بوبو وطموح جديد. رضا بوبو وطموح جديد. رضا بوبو طبعا دلوقتي بقى لاعب في بيراميدز. ألف مبروك على بيراميدز وعلى رضا بوبو. كلنا عارفين النادي الأهلي كان عايز رضا بوبو بأي طريقة، وكولر برضو كان عايزه. وكلنا برضو كنا عارفين ان الأيام اللي فاتت ان فيوتشر هي اللي رافضة، وفيوتشر هي اللي معلية السر على النادي الأهلي. وزي ما قال الأستاذ محمد شبانة، هما كانوا عايزين يبيعوا رضا بوبو ومرعي وتقريبا ومهند لاشين دفعة واحدة كلهم على بعض، وعايزين يكسبوا يا جماعة. النادي عايز يكسب، نادي فيوتشر عايز يكسب. بيراميدز معاها فلوس كتير، فبالتالي هي ايه اللي هتكسب، هي اللي هتكسب الصفقة بما ان فيوتشر عايز ايه، فلوس. رضا بوبو من حقه جدا 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 ان هو يشكر في بيراميدز. حقك يا باشا، عيش حياتك. ولكن تاني وتالت ورابع مليون، لما تقول لي انا كان قدامي عروض كتير وسبت الاهلي واخترت بيراميدز، براحتك، انت حر. ده اختيارك، ده قرارك، ده قرارك، وانت الوحيد اللي متحمل قرارك ده. فربنا يوفقك، ربنا يوفقك. النادي الاهلي عمره ما بيخسر، تمام.